السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا هذه أحداثها دارت في إحدى القرى، بس قبل ما نحن نتكلم عن أحداثها نتكلم عن القرية. هذه القرية كانت تقع على البحر، وبيوتها طينية من طابق أو طابقين، درائش مؤكد. المدن اللي تقع على البحر أو القرى درائشها بلكوناتها كلها تطل على البحر، والبحر كان مليان بخيراتها ونظيف. وظهرها حل جبل. الجبل سلسلة جبلية جميلة كانت، مجرد تشوف للجبل هذا ترتاح. جبل البحر وبينهم السهل. السهول كانت مليانة بالأفلاج، عيون تجري، زين، مياه وفيرة، الزراعة موجودة، كل أنواع الزراعة، الخضروات والفواكه اللي تحتاجها القرية، القرى المجاورة. فكانت تصدر حق القرى المجاورة، وقريتها كانت مكتمة، يعني خيرات البلد القرية كانت فيها. الناس كانوا عايشين متحابين، يحبون بعضهم بعض. نسبيا القرية هذه كانت عبارة عن بلدة صغيرة. في وسط القرية كان مسجد صغير من الطين، زين، ملاصق للمسجد كان كتاب. الشيخ محمود كان يدرس الأولاد والبنات الكتابة والقراءة، بالإضافة إلى القرآن الكريم. هو اللي كان يرفع الأذان وإمام الجماعة مؤكد. في الجانب الآخر في الشمال كان هناك مقهى من سعف النخيل. صاحب المقهى كان قاسم، كان معروف بحجي قاسم. المكان الوحيد اللي كان من السعف هذا المقهى. كان يقدم وجبات الريوق صباح وفي العشاء. الغداء ما كان يقدم، يسكر وقت الغداء، بس كانوا يجون بعض الصيادين ينامون هناك ياخذون القيلولة. وفي وجبة الصباح كان يقدم أكلات شعبية، وفي الليل أكلات شعبية نفس الشيء. يعني كان يقدم كيرجي، حلبة، شاي ململاي، لأن مش شاي كرك اللي نحن تعودنا نشربها، ناشف، لحم ناشف. والخبز كانوا يشترون من المخبز، كان ملاصق لهم مخبز يبيع الخبز، ويشوي السمك كذلك. هذا المخبز بالتتبيلة الخاصة، كان عنده التتبيلة الخاصة، كان يشوي السمك. بالليل كانت عنده وجبات أخرى نفس يعني، لكن وجبات شعبية. وهذا المقهى في الليل كانت تمتلئ بالرواد. البحر كان يزور المقهى مثل بقية الزبائن، رايح راد داخل فيه. والزبائن في الليل كانوا يجوا يسهرون على قنديل كيروسين، على الأغاني، يسمعون الأغاني. ميحانة ميحانة، غابت شمسنا والحلو ما جانا، عيرتني بالشيب. بالإضافة صاحب المقهى كان يسوي شربة ليمون، يحطها في غرش بيبسي كولا، يعمل شربة ليمون ويبردها. كانت عنده ثلاجة بالكيروسين، تشتغل بالكيروسين. كهرباء ما كانت موجودة في القرية وقتها، فالجيل الجديد ما لحق على الثلاجات الكيروسين، افتكينا منها على أي حال. وبتروميكس ما لحق عليها كذلك. وجبة الظهر ليش ما كان يقدم؟ لأنه الحريم القرية، زوجات الفلاحين، معظمهم كانوا يا فلاحين يا صيادين يا عندهم مواشي يرعوها. كل زوجة كانت تأخذ أكل حال زوجها على رأسها، ملفوف بقماش ساسوني نسميها. إيش كان موجود في الغداء يطبخون، تروح تتغدى مع زوجها، أو بعدين ترجع البيت، أو تنتظر ترجع قبل المغرب مع زوجها، زين. وكل واحدة تشوف لما راجعين ماخذين سلة عليها خضار والفواكه. نفس الوقت نشوف البنات، نحن فترة المسائية، البنات لابسات ملابس
ملابس القرية، ملابس اللي تتزين بها، رونق كان. كل واحدة بنت صغيرة ماخذة هاندو أو هاندوين من الماء من الأفلاج ومودين راجعات إلى بيوتهم. عصافير تسمع تغريدتها على الشجر، والأغنام كانت ترافق القافلة، البنات الصغار هاندوات على رأسهم، أو الفلاحين زوج والزوجة راجعين، أو الفلاح راجع بنفسه ماخذ سلة الخضار والفواكه فوق رأسه. زين، الحياة كانت هكذا، والحياة كانت تدب في القرية مع أذان الشيخ محمود. أول ما يرفع الأذان شوف الناس بدأوا يتحركوا. في كل فصل الصيف، طبعا الفصول كانت تزور زمان، كانت تزور المدن وتزور القرى في 4 فصولها، كل فصل يزور قريته، يزور المدينة في فصله، يترك بصماته الجميلة، يترك آثاره. زين، أريجه يروح، ما في فقط الحرف صيف، إن صيف وصيف وصيف. زين، بينما سابقا لا، الفصول ال4 هي اللي كانت تزور هذه الأماكن. ففي كل فصل الصيف مجموعة من البدن تتحرك من المدينة إلى أخرى، تحمل ثمار العنبة، فيفاي، أي شيء كان يزرع هناك، تروح في مدينة أخرى، تقف هناك أمام القلعة وتبيع منتجاتها. 3 أشهر البحر كان يبيح نفسه للوصال. زين، حال هذه السفن، البحر مباح لهذه السفن طوال 3 أشهر، يعني البحر كان ينتظر استقبالهم كل فترة الصيف. الحياة كانت هكذا جميلة. زين، ناس عايشين رزقهم جنب بيت بابهم. قاسم صاحب المقهى بالإضافة إلى إدارته للمقهى كان شغوف بتربية الحمام، كان يربي العصافير والحمام بشتى أشكالها، البغدادي واليعقوبي والهزاز والكويتي، ودائما كان يشرح حال زبائنه حال أصدقائه عن ميزات كل الطير. زوجته جمانة هذه بطلة قصتنا. اليوم أنا جلست هنا حبيت أرتاح أخذ راحتي في القصة، لأنه ما قدرت، حاولت أجلس على الكرسي وأتكلم عن قصة، حسيت نفسي لا يعني فهنا أنا أندمج مع القصة جالس. هذا مكتبي الصغير مؤقتا أستخدمه على الكتابة قطع ذلك. عموما زوجته هذه بطلة قصتنا جمانة، هذه كان عمرها 19 سنة، تصغر زوجها قاسم ب10 سنوات، وما كانت من هالقرية، هي جاية من مدينة بعيدة. زين، ما حد عندها يتيمة، كانت ما عندها أهل، فإجت استقرت هنا، وكانت تخيط ملابس حل الحريم، حريم القرية. وقاسم ما كان متزوج، وناس خبروه عن هذا البيت وتزوجها، وعاشوا فترة سعيدة 6 سنوات متزوجين، بس الله ما رزقهم الأولاد. قاسم جنب مقهى قاسم كان هناك تنور، كان يبيع الخبز ويشوي السمك، وجنبه كان سعدون يبيع الحلوى العمانية مع القشات. هذه كل البيوت بالإضافة إلى المسجد التنور والحلوى كلها كانت بيوت طينية، باستثناء قاسم كان مطعمه من سعف النخيل. فكان متعود قبل كل فصل الشتاء يروح يشتري من القرية المجاورة سعف النخيل عشان يرمم المقهى. وهذه السنة نفس الشيء. زين، أخذ البيك اب، راح على الشارع، وقف أخذ البيك اب وعلى أساس يروح القرية الثانية. وفي البيك اب كانوا 4-5 ركاب غيره بالإضافة إلى السائق، لكن القضاء والقدر هذا البيك اب انقلب، وقاسم مات من ضمن من ماتوا في الحادث، والسائق تعور. يوم التشييع، يوم الثاني كان تشييع،
السماء كانت ملبدة بالغيوم، زين، المطر كان شديد، نوبات رعدية متفجرة بين فترة وفترة، فتأخر التشييع إلى ما قبل المغرب بعد ما انقشعت الغيوم أفرغت حمولتها. زين، الشمس طلعت، شاركت القرية كلها في تشييع المرحوم. طبعا الناس زعلوا لأنه كان رجل طيب وحبوب، كان يجلس مع زبائنه، مخلي جزء كبير من المطعم، ما كان يخلي حتى زبائن يقعدون هناك، حل الصيادين عشان يجون ياخذون قيلولتهم، أو يصلحون أحيانا شباكهم إذا في مطر موجود برا فيجون يجلسون هنا يصلحون شباكهم. فالقرية كلها كانت تحبه. خلال فترة العزاء رحمة الله عليه، جارتهم أم أحمد كانت ترسل حالهم الأكل 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يعني كانت ترسل لهم أكل 3 وجبات مع أحمد. بعد فترة من هذا الحادث اجت أم أحمد عند جمانة، قالت لها جمانة أنا رايحة إلى قرية المجاورة، هناك أختي والدة، فأريدك أنت شوي تهتمي بالبيت، تطبخي حالهم أي شيء يعني. فقالت زين ما في مشكلة، زين إن شاء الله الجيران لبعض. وفعلا استمرت الحال هكذا. بعد 40 يوم أم أحمد رجعت من أختها، جلست فترة بسيطة، بعدها نفس الشيء جت عند جمانة أنا رايحة إلى الشارقة وأزور صديقاتي. هي كانت متعودة تسوي الحركات. الصباح دائما كانت تطلع مع جيراتها يقعدون برا البيت في الحوش أي مكان ياخذون الفوالة، كانت متعودة على الأشياء ومتعودة تطلع واجد. فقالت أنا رايحة هناك أزور صديقاتي. هي متعودة لما تروح هناك تتأخر 2-3 أشهر. مسكينة جمانة ما تملك أي حل آخر، قالت لي إن شاء الله يا أم أحمد أنا بشوف يعني، ولكن أنت عارفة أنا بعد عندي شغل في البيت وخياطة الملابس بعد المرحوم والعصافير تاخذ كل وقتي. قالت والله يا بني أنا بنتي أنا فاهمة هذا الوضع، لكن إن شاء الله المرة الجاية أنا راح أرتب أموري، بس هالمرة سامحيني وشوفي يعني. قالت لا إن شاء الله ما راح أقصر. فعلا مر شهر 2-3، الفترة طالت وانكمشت المسافات. وين طالت الفترة؟ تواجد أم أحمد في الشارقة، المسافة انكمشت بين جمانة وبين أبو أحمد 4 أشهر، سابقا 40 يوم 45 يوم. زين، وجيران رايحين رادين يشوفون بعض يتكلمون مع بعض. تقلصت المسافات هنا وطالت المسافات هناك. ومعروف كانوا متعودين بالليل، طبعا جمانة كانت تروح تنام بيتهم لكن تجهز وجبة العشاء حال أبو أحمد لما يرجع من المزرعة، كانت تجهز له وجبة العشاء وتنتظر حتى يخلص العشاء، كانت تقدم له الشاي أو القهوة. زين، وتجلس معه زوجته. فمرة هي كان جالس على الزولية وجابت له دلة القهوة مع الفناجيل، صلحت المسند اللي كان يتكي عليه أبو أحمد وقالت له العش يبني العصفور يبني العش. شاف إلها الرجال ما فهم، قالها ما فهمت إيش تقصدي. زين، بصوت منقطع قالت له أنا حامل.
الدنيا اهتزت تحت أبو أحمد. زين كان متكئ، جلس، نظر إليها، شافها مرة مرتين، وبعدين رأسه غاص في صدره. الصمت كان هو سيد الموقف. شاف الساعة، الساعة 8، هو عادة متعود يعني، قالها أنا رايح أنام، متعود يروح الساعة 9 ينام. وبعدين فاطمة رفعت الأكواب، صلحت شعرها اللي نزل على رأسها الأسود، ورفعت الأكواب وانتظرت حتى أبو أحمد يدخل غرفته بخطوات ثقيلة، قاعد يسحب نفسه كأنه أبو أحمد، ونفسه حتى كان صوت نفسه باين، ودخل غرفته، سكر الباب. جمانة رفعت إبريق دلة القهوة والفناجيل وإبريق الشاي، وهي بدورها دخلت المطبخ، أطفأت القنديل طبعا قبل ما تدخل المطبخ. وانتهينا بهذا الجزء الأول، وإن شاء الله راح نكمل الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.